مشاهدينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم كشفت عن إصابة 45 مواطنا بفيروس كورونا. ارتفاع نسبة المشاركة في التعليم بمديرية قرورة. سكان بدة يطالبون الجهات المعنية بتوفير الدعم الآلي للحد من انجراف التربة. البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا. حل الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية في إسرائيل. وقاذفات استراتيجية روسية وصينية تجري مناورات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 23 من ديسمبر في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 45 مواطنا بفيروس كورونا. وظهرت إصابات فيروس كورونا في 36 مريضا بمركز العزل في إنداغرغيس، وواحد بمركز العزل في مايمني، وواحد آخر بمركز العزل في دقة محاري بالإقليم الجنوبي، و11 مصابا في أقسام استقبال المرضى في المستشفيات، و9 في مراكز العزل في أسمرة. وعلم بأن المصابون 35 هم من سكان أحياء أسمرة المختلفة، والمصاب الواحد قدم من مدينة كرن. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 877 إصابة، شفيت منها 599 حالة ووفاة مصاب واحد. ويتلقى 277 مريضا بفيروس كورونا الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 23 من ديسمبر 2020. أوضح السيد إدريس علي مدير مديرية قرورة بأن خدمات التعليم المقدمة حتى المرحلة المتوسطة ساهمت في رفع نسبة المشاركة في التعليم خاصة في أوساط الإناث. وقال أن التعليم الذي بدأ في ظلال الأشجار انتقل إلى المباني الحديثة، مما خلق بيئة ملائمة للعملية التعليمية، موضحا بأنه وإضافة للإنجازات التي تحققت في مؤسسات الخدمات الاجتماعية الأخرى، فقد تحققت نتائج ملحوظة في برنامج تجميع القرى. وذكر بأن مبادرات قرى قرات وتبح ومباء وزيرو وأراق وحليبة للتجمع تعكس الوعي المتنامي. وأوضح بأن الوضع الحالي سيعوض الفرص الفائتة، مشيرا إلى أن الخدمات الاجتماعية عامة وخدمات مياه الشرب الصالحة والصحة والتعليم خلقت حالة من الاستقرار لدى السكان. وقال مدير مديرية قرورة السيد إدريس علي بأن معظم المناطق تحصل على خدمات الهاتف النقال، وأكد استعداد السكان لتقديم المزيد من أجل تطوير الخدمات المتوفرة وإرساء الخدمات الجديدة. هذا وقد وفرت الدولة في مديرية قرورة مركزا صحيا وعيادتين في إمهاميمي وقرورة، كما تحصل القرى النائية على الخدمات الصحية بواسطة الأطباء المتجولين. قامت المنظمات الوطنية الناشطة في إيطاليا، والتي تشتمل على فروع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجاليات ولجان الإعلام والدبلوماسية الشعبية، قيمت أنشطتها النصف السنوية يومي 19 والعشرين من ديسمبر. وأوضح سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيتساتسيون بيتروس في اللقاء الذي جرى عبر تقنية الفيديو بمشاركة 65 من الجهات التنفيذية الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات الأوضاع الإقليمية، كما قدمت العديد من التوصيات والتوجيهات. من جانبه قدم مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في السيد جيرماي هبت ميكائيل تقريرا عن الأنشطة المنفذة بالتنسيق مع كل المنظمات ولجان العمل، موضحا عن تنفيذ مهام ناجحة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي رغم تأثر العمل بوباء كورونا. وأشار إلى تقديم تبرعات من مبلغ 413,935 يورو للتصدي لوباء كورونا، و50,613 يورو لمكافحة الجراد، و26,937 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء، وإلقاء 20 من المواطنين المقيمين في إيطاليا إيجارات بيوتهم داخل البلاد ل60 أسرة. كما قدم في اللقاء تقرير عن أنشطة اللجنة الوطنية والهيئات الإدارية للمنظمات، فضلا عن انتخاب هيئة إدارية جديدة من 5 أعضاء لتسيير أنشطة اللجنة الوطنية ل3 أعوام قادمة على مستوى إيطاليا.
طالب سكان ضاحية بدة في مديرية قلعلو بالحصول على الدعم الآلي لإنجاح جهودهم في الحد من ظاهرة انجراف التربة والتي تحدثها السيول القادمة في وادي الحارة قالي فضلا عن توسع الوادي سنويا. وأوضح السكان بأن غزارة الأمطار في السنة الماضية والسيول القوية الناتجة عنها دمرت السدود والحواجز التحويلية التي أقاموها لري مساحة 750 هكتارا من الأراضي الزراعية، منادين الجهات المختصة لتلبية طلبهم بخصوص الدعم الآلي. وذكر السكان بأن المجرى التحويلي لوادي الحارة قالي يعتبر المصدر الأساسي للمياه والإنتاج الزراعي، وقد أثر دماره سلبا على إنتاج المزارعين، وأشاروا إلى أن توسع وادي الحارة قالي يجري الأراضي الزراعية ويعرض مؤسسات الخدمات الاجتماعية للمخاطر. هذا وتوضح إدارة الضاحية بوجود مساحة أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية في ضاحية بدة. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية عبد القيح عن تنفيذ مهام فاعلة في مجال إعانة أسر الشهداء والمحتاجين هذه السنة. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة مدهانيت قرماي تقديم إعانة منتظمة تقدر بأكثر من 4.2 مليون نقفة لأسر الشهداء من شهر نوفمبر 2019 وحتى أكتوبر 2020. وأشارت إلى تقديم الدعم الشعبي لأسر الشهداء أثناء عمليات الحراثة والزراعة، ومساهمة ضواحي حشملة ودرعا وحينبة وعديلج بأكثر من 53 ألف نقفة كدعم لأسر الشهداء. من ناحية ثانية جرت عملية تأهيل ل 13 أسرة بالماشية بكلفة بلغت 10,000 نقفة لكل أسرة، وتقديم دعم مالي ل 35 أسرة محتاجة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وافق البرلمان التركي اليوم على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 18 شهرا. وأوضح البرلمان التركي أنه بموجب التفويض ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهرا إضافيا اعتبارا من 2 من يناير المقبل، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019 لمساعدتها في التصدي للهجمات التي تهدد البلاد. وأكدت المذكرة الرئاسية بأن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار. كما بيّنت أن الهدف من هذا التمديد هو الحفاظ على الأمن في ليبيا ضد المخاطر المحتملة الأخرى وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في هذا البلد. بعد فشل أعضاء البرلمان في تمرير الموازنة العامة في إسرائيل، تم حل الكنيست مما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية جديدة في البلاد. وكان أمام المسؤولين الإسرائيليين فرصة لتمرير الموازنة وتجنب إجراء انتخابات جديدة ستكون الرابعة في قرابة عامين، لكن حلا وسطا وجه بالرفض وهو ما أدى إلى حل الكنيست. ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة بل بين الشركاء في حكومة الوحدة والطوارئ التي شكلها في الربيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق بني غانتس. وتسير حكومة الائتلاف هذه ببطء منذ أسابيع على طريق الانهيار، وبموجب اتفاق تشكيلها كان أمامها حتى منتصف ليلة الثلاثاء والأربعاء للموافقة على الميزانية، وينص اتفاق الائتلاف لمدة 3 سنوات بينهما على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة ل18 شهرا ويتولى غانتس رئيس الوزراء البديل حاليا المنصب في نوفمبر 2021. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 6 قاذفات استراتيجية روسية وصينية أجرت دورية ثانية مشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضحت الوزارة أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز تو 95 MS و4 قاذفات استراتيجية صينية من طراز هون 6 كاف شاركت في العملية، مشيرة إلى أن المهمة نفذت مع مراعاة الجانبين لأحكام القانون الدولي ودون وقوع خرق لأجواء الدول الأخرى. وشددت على أن تسيير الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين أجري بهدف تطوير الشراكة بين البلدين ورفع مستوى التنسيق بين قواتهما المسلحة وتعزيز قدرة البلدين على إجراء عمليات عسكرية مشتركة، وكذلك من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم.
في الخبر الأخير أعلنت السلطات الأفغانية مقتل شرطي واحد على الأقل وإصابة 2 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدف السيارة للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول. وذكرت شرطة كابول في بيان نقلته شبكة تولا نيوز الأفغانية أن الحادث وقع في الحي 12 بالعاصمة كابول عندما استهدفت عبوة ناسفة سيارة شرطة. ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 بجروح في انفجار لقم بكابول. وشهدت كابول أكثر من 60 حادثا أمنيا خلال الشهرين الماضيين قتل خلالهما 133 شخصا وأصيب 280 آخرون. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.